وبعدين صبحي مش هتعترف بقى وتخلصنا؟ يا بيه أنا أمين الخزنة، أسرقها إزاي؟ معقول حورط نفسي يعني والفلوس في عهدتي؟ يا بيه صدقني، أنا بقالي في الشركة دي 35 سنة، وكان فاضل لي شهرين وأطلع على المعاش. حاجي بعد العمر ده كله وأسرق؟ سيجارة؟ شكرا يا بيه، ما بدخنش. طب قول لي بقى، نعم يا بيه. ال60,000 جنيه اللي كانوا في الخزنة راحوا فين؟ معرفش يا بيه، أنا زي ما قلت لسعادتك يوم الخميس اللي فات كنت يا صبحي ما تخلينيش اتبع معاك اساليب مش لطيفة يا بيه. وترجعوا تقولوا بيعلقونا وينفخونا وما اعرفش ايه. يا بيه ما انتوا اللي بتضطرونا كده. الله يا بيه والله العظيم أنا. ثانية واحدة. الو، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. استاذ ريهام سعيد بنفسها اللي بتتصل. مش معقول، ده شرف كبير والله يا فندم. النهارده اوي اوي اوي، شرفينا في اي وقت. يا سلام، بس كده الاسم كله تحت امرك يا فندم. لا تنورينا، في رعاية الله في رعاية الله. يلا صبحي روح اغسل وشك كده ونعنش عشان عندنا لقاء مع ريهام سعيد. ابوس ايدك يا باشا، ابوس ايدك، اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه، علقوني، انفخوني، كهربوني، اربطوني في البوكس واسحلوني من الجيزه لاسوان، بس ابوس ايدك يا باشا، بلاش ريهام سعيد. يلا يا صبحي بلاش مياصه، ورانا شغل. حرام عليك يا باشا، سايق عليك النبي، بلاش الوليه دي. قلنا يلا بقى. الله، ده غلب ايه ده؟ ساكن مع ريهام سعيد ولا ندهلك فرج؟ اندهلي فرج يا باشا والنبي. طب مش هندهلك فرج، وهتسجل مع ريهام سعيد، ايه رايك بقى؟ لا ايه ايه ليه؟ هو ايه حضرتك؟ يعني مش عارف؟ ايوه يعني اللي هو ايه؟ لا بص، ما انا هفهمك بس حاجة. بص، ما تمثلش لان مش هينفع تمثل عليا. انت مدرك كويس انت عملت ايه، ولا البرشام خلاص لحسنا فوخك؟ برشام ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا هقول لحضرتك الحكايه. ايوه، انا عايزاك بقى تقول لحضرتي الحكايه. شوفي سيادتك، اقسم بالله العظيم 3، انا يوم الخميس اللي فات رحت الشركه الصبح الساعه 8، تمام؟ بفتح الخزنه حضرتك ما لقيتش قتلتها ليه؟ ايه ما بتسمعش؟ بقول لك قتلتها ليه؟ قتل ايه بس يا ست هانم كفالة الشر؟ انا اعترف عليك. هو مين اللي اعترف عليا؟ صاحبك اعترف عليك. اعترف عليا بايه بس يا ست هانم؟ انا هفهمك الموضوع اني ما انا لازم اعرف انت قتلتها ليه. يا ستي انا ما قتلتش ولا عملت اي حاجه، انا اساسا متهم ظلم في سجن. ظلم؟ طب بلاش قتلتها ليه، خلاص. ما هو انا اصلا عايز اقول من الصبح اني خلاص يا سيدي، قلنا خلاص، انسى الموضوع ده ولا كأني قلت حاجة. بس دلوقتي بقى قولي، ايه اللي يخليك بعد ما تقتلها تشوه الجثة بالطريقة البشعة دي؟ نهار اسود ومنيل ومهبب ب60 نيلة على دماغي ودماغ اللي جابوني. حاسس بالذنب صح؟ دي مصيبة ايه دي؟ الله، ولا عادي مش فارق معاك حاجة؟ يا ستي حرام عليكي، الموضوع اني حرام؟ يا ستي اديني فرصة اتكلم. انت بتتكلم بجد؟ حرام والله العظيم انا. واللي انت عملته فيها ده مش حرام؟ اسمعيني بس. انت مش عارف ان ربنا هينتقم منك؟ لا اله الا الله. قتلتها ليه يا صبحي؟ ما قتلتهاش. ما قتلتهاش. يعني انت عايز تفهمني ان هي اللي قتلت نفسها وبعدين شوهت جثتها بالشكل ده؟ والله ما انا، والنعمة ما انا. امال مين اللي قتلها؟ انا ايش عرف امي؟ ايش عرف امي انا؟ للدرجات دي؟ يعني للدرجات دي ممكن الواحد يفقد آدميته كده؟ طب جالك قلب ازاي تعمل كده؟ يعني افهم. طيب يا لهوي، انا عايزه اقولك كلمه واحده بس يا صبحي. اتفضلي حضرتك. انت حيوان وحقير وزباله وابن 60 كلب، اتفو عليك. على الله تكون اتبسطت من الحوار يا صبحي. الحمد لله يا بيه. ناوي تعترف بقى ولا ايه؟ هعترف يا بيه. عظيم. قول لي بقى، مين اللي سرق الخزنه؟ انا اللي قتلتها يا بيه. قتلتها؟ قتلت مين يا عم انت؟ مش عارف الحقيقه، بس انا اللي قتلتها.
انا استاهل الشنق يا بيه. لا حول ولا قوة الا بالله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا بيه، انا اللي قتلتها بايديا دول، وقطعت الجثه بسناني كده. ايه يابا اللي انت فيه ده؟ وانا نازل من الشقه لقيت الباب في وشي، قمت قاتله هو كمان، ودخلت اغتصبت مراته تحت في الاوضه، وبعدين قتلتها وقتلت العيال، وكانت في قطه معديه من مدخل العماره قتلتها. ايه يابا يا اسطى؟ وفي الاخر حرقت العماره باللي فيها. انا مجرم، انا قاتل، انا حيوان، انا ابن 60 كلب. لا حول ولا قوة الا، ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ انا اللي قتلتها يا بيه، انا اللي قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها. انا اللي قتلتها يا ولاد الكلب. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لكم إيه يعني، بجد. ربنا يلطف بينا. مش عارفة يعني، مش عارفة أقول إيه من بشاعة الجريمة، يعني شيء في منتهى يعني مأساة مش قادرة.